مسرح مصر. كلمنا بقى عن مسرح. ان شاء الله مسرح مصر مع استاذ اشرف نفس المجموعه كلنا ان شاء الله مع قناه ام بي سي. هنبتدي ان شاء الله من اول يوم العيد لمده 10 ايام، وبعد كده نكمل بقى زي ما احنا كنا خميس وجمعه وسبت كل اسبوع ان شاء الله. بس يا رب. مبسوط بالكلمتين. اهو هعمل ايه. لا كلمنا بجد عن الموضوع. فيردي مكمله في تياترو مصر زي ما هي، وانتوا قررتوا ان انتوا تستقلوا بنفسكم وتروحوا مع استاذ اشرف. ايه اللي خلاكم تكملوا مع استاذ اشرف؟ بصي استاذ اشرف يعني عايز اقول لك ان هو مش بقى الكلام اللي بيتقال بقى في الاعلام وبتاع ده، لا بجد مهما قلت عمري ما هوفي حتى لو قعدت اتكلم 10 سنين. استاذ اشرف هو السبب الرئيسي بعد ربنا الحمد لله ان كل الناس تعرفنا بسبب الفرصه اللي هو وثق فينا واداها لنا. فما ينفعش باي حال من الاحوال ان اي حد في الدنيا يبعدنا عن بعض، سواء بقى بغض النظر عن اي مشاكل حصلت في الدنيا. اي حد في الدنيا مش هيقدر يفرقنا عن استاذ اشرف، ولا احنا نقدر نستغنى عنه. فاحنا مكملين مع استاذ اشرف في اي حاجه، سواء بقى هنبيع فل كلنا هنشتغل مسرح، اي حاجه احنا مع استاذ اشرف ان شاء الله. بس اتكتب كتير ان الموضوع كان مادي جدا، وان اتعرض عليكم مبالغ مهوله من ام بي سي عشان خاطر لا لا تتعاقدوا معاها. لا بصي انا مش عايز اتكلم في اصل المشكله، بس يعني كانت هتحصل مشكله كبيره ان احنا ما كناش هنبقى مع استاذ اشرف. بس دي النهايه كلها، احنا اخترنا نبقى مع استاذ اشرف. يعني مش هتاخدوا مليون جنيه كلها؟ لا يا ريت. يا ريت والله اجري دلوقتي. لا هي مش فكره، مش والله فلوس خالص، بس هي الفكره كنت بقول لك ان احنا ما كانش ينفع الموضوع دوت نطلع بيه من غير استاذ اشرف باي حال من الاحوال، سواء كنا مع ام بي سي مع سي بي سي مع النهار مع اي حد. اي حد يكون بيجي يكلمنا في الموضوع دوت استاذ اشرف معانا، واستاذ اشرف موجود احنا معاكم. فكان في بقى مشاكل مع استاذ اشرف مع جهه انتاج مش عارف فين، فاحنا مالناش دعوه. والله جبت استاذ اشرف احنا موجودين، ما جبتوش استاذ اشرف احنا مش معاكم بس. طب اخبار خمس خمسات خمسه ايه؟ اهو الحمد لله احنا شغالين في تصوير ان شاء الله، هنكمل كمان بعد العيد، ويا رب ان شاء الله نلحق موسم بتاع العيد الكبير نلحق ننزل بيه ان شاء الله. اتكلمنا عن الدور، شفنا فساتين وشفنا اه قلق جامد، والناس بتقول ان انت اه سكت السبكي واتجهت اتجاه اه مش بتاعك. اتكلمنا عن الموضوع ده. طيب بص ان شاء الله الفيلم دوت الحمد لله انا عن نفسي انا ما بحبش اشتغل اي حاجه، انا بحب اختار حاجه اللي انا بشتغلها. حتى لو لاحظتي انا في رمضان اخترت استاذ ورئيس قسم وحاله عيش. حاله عيش كان دور فيه شر، فحاجه جديده كنت بحب حاجه جديده، وفي نفس الوقت استاذ ورئيس قسم فيه كوميديا. فكنت حابب اعمل الحاجتين دول، بس ما رضيتش حتى ازود في اي حاجه تاني عشان ما يبقاش الدنيا كتيره وبتاع، لا اركز في الاثنين دول بحيث ان انا ايه اطلع كويس فيهم. مش مهم دلوقتي يعني اي حاجه تاني. حساباتنا في السينما برضو ما تختلفش كتير عن المسرح او التلفزيون. احنا مركزين في اللي احنا عايزين نعمل حاجات محترمه، حاجات هادفه، حاجات الناس تحبها. عم محمد السبكي اللي بعمل معاه فيلم دلوقتي خمس خمسات خمسة، عارف احنا ايه كويس، عارف جه شاف لنا التجربه بتاعتنا مع استاذ اشرف، عارف ان الموضوع ناجح لان احنا محترمين ما فيش حاجات خارجه هو عارف كل الحاجات ديت. وبغض النظر عن اي حاجه حصلت يعني السبكي هو اللي شايل السينما في الوقت اللي كل الناس عارفه الكلام ده خلاص، مش هقعد اعيد وازيد فيه. هتكلم ان انا اخترت الفيلم ده لان الفيلم ده فيه ليه فكره، ليه موضوع، ما فيهوش الحاجه اللي الناس يعني الناس ما بتحبهاش. بس عايز اقول لك الناس ما بتحبش ان في رقاصه وفي مغني ومش عارف ايه، وبيروحوا يتفرجوا وبيحققوا الافلام ديت ملايين، فبتخلي المنتجين ينتجوا نوع الافلام ده تاني. طب احنا اهو هنعمل فيلم ان شاء الله محترم، الناس تيجي وتدعمنا وتتفرج وتحقق للفيلم مكاسب، ساعتها المنتجين كلهم هيغيروا رايهم ويعملوا نوع الفيلم ده. انما الافلام المحترمه الهادفه الجميله اللي فيها فكره الناس بتسرقها من على النت، الناس بتستناها ما تنزل في التلفزيون ما بيخشهاش سينما. انما لما بيقولوا صفيناه زي تعالى نخش نتفرج بيخشوا يتفرجوا، فالفيلم بيكسب ملايين، فبيخلوا المنتجين ينتجوا الافلام دي تاني. مش المنتج هو اللي وحش، لا ده ذوق الناس، فاهماني؟ فهو ده الناس تبقى بس تخلي بالها من النقطه ديت. احنا الحمد لله مختارين فكره فيلم موضوع حلو جدا ومختلف تماما، ما فيهوش الحاجات اللي الناس فاكراها. الناس تخش تتفرج تكسب الفيلم، ولو عجبها المنتجين كلهم يتحمسوا ان تبقى هي دي نوع الافلام اللي بتتقدم بس. بالفعل عن رمضان بقى دخلت ازاي على ادوار؟ بصي الحمد لله في ناس كتير شتمت في زيزو عشان حالة عيش طلع شرير، فايه ده انت طلعت شرير، ايه ده انت طلعت كده ليه، الحاجات دي. بس الحمد لله يعني الحمد لله الحاجات دي بتبين ان الواحد الحمد لله عمل الدور شر بجد يعني الحمد لله.
ف... فكنت مبسوط جدا، والحمد لله كنت ضيف شرف استاذ ورئيس قسم. فالناس برضو بعدت لي قالت لي الله، طب ما انت عم بتضحك في عادل امام ليه طالع هنا كده. فالحمد لله كان الدورين الحمد لله عجبوا الناس. فيا رب ان شاء الله السنين اللي جايه تبقى الدنيا احلى واجمل ان شاء الله. يا رب التوفيق، ربنا ومبسوطة يخليكم. جداً